مساء الخير عليكم. حلقة جديدة من حلقات برنامج كارما. مبسوطة جدا من التواصل بتاعكم معانا على الانستجرام وعلى الفيسبوك. بحاول ان انا برد على كل اسئلتكم. كارما للي بيشوفنا لاول مرة هي الطاقة التي تصدرها، ترجع لك من الكون بنفس قوتها ونفس نوعها. في أسئلة جات لنا كتير قوي على وسائل الاتصال. هنحاول ان احنا نرد عليها على قد ما نقدر النهارده. معانا النهارده مستر احمد شعبان هيكون مكمل معانا البرنامج زي كل اسبوع، وهيقول لنا تدريب مهم جدا لان جالنا كتير قوي تساؤلات عليه، ازاي ان الواحد ينظف شكراته الاساسيه او يتخلص من الامراض. فان شاء الله ده هيكون في اخر الحلقه. كمان هنرد على مجموعه كبيره جدا من الاسئله. النهارده حابه ان احنا نتكلم في موضوع مهم جدا، موضوع بيشغل بال ناس كتير. موضوع للأسف ان انا بيجيلي أسئلة، وجالي فعلا كذا سؤال الاسبوع ده عن ازاي ان انا حظي مش حلو في الحياة، مع ان فلانة الفلانية احسن مني، او هم بيقولوا ان هي احسن مني لكن انا مش احسن مني على الاطلاق، او اني انا مجتهده او ان انا مجتهد جدا لكن حظي في الحياه مش قوي، وفلان الفلاني عنده فلوس اكتر مني او عنده زوج احلى من زوجتي او هو اتجوز وانا لا، وهكذا وهكذا وهكذا. احسن اوحش دي مش بتاعتك. لازم نتعلم ان احنا نبطل الحكم على الاخرين. هتشتغل طاقه او هتبقى انسان طاقي او هتبقى تكون انسان طاقتك حلوه، طاقتك ايجابيه، انسان بتطلب الخير من الكون، يبقى لازم انت تصدر خير للكون. مهم جدا ان انت تبطل تحكم على الاخرين، تبطل تقول مين احسن من مين. انت مش عرفك مين احسن من مين، لسبب واحد، لان في حاجات كتير قوي احنا مش مسؤولين عنها. في حاجات كتير قوي بتتحكم في الاشخاص. يعني انا ما اجيش اقول ده فلانه الفلانيه منحرفه، اصل دي بتشتغل كذا، اصل دي طاقتها وحشه. انت مش عارفه ايه اللي عمل الطاقه كده، وانت مش عارفه انت اللي جواكي ايه. كل واحد فينا باكج على بعضها. في حاجه عندنا في الطاقه اسمها الشاكرات السبعه، مهم قوي ان احنا نتكلم عنها الحلقه دي، وقلت هنتكلم عنها بالتفصيل. يعني ايه شاكرات سبعه؟ يعني الشكرات الأساسية اللي بتتحكم في الإنسان، مداخل ومخارج الطاقة اللي بتتحكم في النفسي والعضوي والجسدي والروحي والطاقي. مستويات طاقة كتير قوي بتتحكم فيها مداخل ومخارج الطاقة. الشكرات السبعة هم 7 شكرات. هنروح دلوقتي لتقرير هيشرح لنا ايه الشكرات السبعة، أماكنهم فين، بيعملوا ايه، ونرجع تاني نستفيد في الكلام عنهم ونشرح هم مسؤولين عن ايه مع مستر أحمد شعبان. تعالوا بينا نروح للتقرير ونرجع. ماذا تعرف عن الشكرات؟ يبلغ عدد الشكرات في جسم الإنسان 7 شكرات رئيسة و22 شكرة جانبية موزعة على جسم الإنسان، وهي: الأولى شكرا الجذور، الثانية شكرا العجز وتسمى القطنية، الثالثة شكرا الضفيرة الشمسية، الرابعة شكرا القلب، الخامسة شكرا الحلق، السادسة شكرا الجبين أو العين الثالثة، السابعة شكرا التاج. والشكرات تشبه محطات الإرسال والاستقبال للطاقة، وتأتي أهمية هذه الشكرات من منطلق أن كل شكرة من هذه الشكرات متصلة بغدة رئيسة وبشبكة عصبية. فلو نظرنا إلى مواقع الشكرات لوجدناها فعلا في أماكن الغدد الصماء الرئيسة والمهمة جدا في جسم الإنسان: النخامية، الصنوبرية، الدرقية، السعترية، البنكرياس، الكظرية، والتناسلية. والمهم ذكره أن هذه الشكرات متصلة مع بعضها البعض بقناة تعمل كخط إمدادي رئيسي يحمل الطاقة عبر الجسم كله، تمتد من أول شكرة إلى آخر شكرة، مما يضمن التوزيع الجيد للطاقة وضمان وصوله إلى المكان الذي يحتاج إلى طاقة. شكل الشكرات يشبه القمع، فهو ضيق من الأسفل وعريض من الأعلى، ولكل شكرة لون يختلف باختلاف تردد الطاقة وسرعتها، ومن هنا
تبدو الحكمة الإلهية جلية من اختيار أماكن الشكرات، لأن الغدد الصماء مهمة جدا، ولتطورها ووظائفها أهمية كبيرة لأي شخص يريد أن يتمتع بصحة جيدة. فالهرمونات التي تفرزها هذه الغدد هي المسؤولة عن التمييز بين رجل ضئيل جدا ورجل ضخم جدا، وشخص عبقري وآخر ذي ذكاء محدود، شخص سعيد وآخر حزين، وهي أيضا المتحكمة في طاقتنا ونشاطنا واستقرارنا النفسي، وأيضا في الطريقة التي نقوم بها بمختلف العمليات الحيوية، وهي تؤثر على كل ما نفعله وكل ما نحن عليه، وهي أيضا المسؤولة عن تحديد أشكال أجسامنا ومهام عقولنا. ومن هنا تبرز أهمية العلاج بالطاقة الريكي. فالمعالج عندما يقوم بتنشيط الشكرات فهو تلقائيا ينشط الغدد ويعيد إليها الطاقة، فيضمن الصحة لباقي أعضاء الجسم. رجعنا مرة تانية ومكملين معاكم، وشوفنا في تقرير ازاي الشكرات السبعة أماكنهم فين، وقد ايه هم مسؤولين عن طاقة الإنسان وعن زي ما قلنا منافذ الطاقة. يعني ايه شاكرا؟ يعني دوامة الطاقة، يعني مدخل الطاقة لجسم الإنسان ومخرج الطاقة من جسم الإنسان، يعني المصفى اللي بتستقبل طاقة إيجابية من الكون وتدخلها في جسمك، وتقدر ان انت تستفيد بيها أقصى استيعاب، وتقدر تخرج منها، تتنفس أو تنفث منها الطاقات السلبية أو الطاقات المريضة، وتخرجها من جسمك بشكل قوي جدا. وهكذا في التنفس بتاعك، في جسمك يتواصل مع الكون بجميع الشكرات السبعة زي ما احنا شفناهم، فتقدر ان انت تكون على احسن حالة واحسن طاقة نفسية واحسن طاقة جسدية. الشكرات دي لو حصل فيها انسداد بتعمل مشاكل رهيبة جدا. عشان كده بنقول في اول حلقة ما نحكمش على بعض، ما جيش هقول ان الشخص ده منحرف، او الشخص ده بيحب الستات، او الشخص ده بيحب المخدرات. انت مش عارف هي شكرته شكلها ايه. انت هتلاقي نفس الشكرة بترد عليك. يعني مثلا لو قابلنا شكرة الحلق، هنقول شكرة الحلق مسؤولة عن الابداع، عن التخيل، عن الحس الفني، عن الحس الادبي والشعري وكل الحاجات الجميله دي. طيب ده بيبقى معاها ايه لو هي حصل فيها تمدد جامد قوي او زياده بقى فيها قوي؟ بيبقى انسان فنان جدا، لكن بيكون معاها افكار جنسيه عاليه، بيكون معاها افكار انحرافيه عاليه، افكار مش تنفيذ. فهتلاقي الادباء الكبار قوي عندهم افكار جريئه قوي. ساعات الناس تقول لك ده افكاره شاذه، افكاره غير طبيعيه. لا، ده هو حد كرياتيف قوي، فشكر الحلقه عنده واسعه. هتلاقي الشكره لو وسعت قوي الصوت بيبقى حلو. كل المطربين عندهم الشكره اكيد بتبقى حلوه واسعه ونقيه وبتبرق وقويه، فبيعمل ده صوت حلو قوي. لكن على المستوى الاخر بيعمل شك، بيعمل وسوسه. عشان كده تلاقي محمد عبد الوهاب معروف عنه المطرب المصري العظيم والعظمه لله طبعا، معروف عنه الوسواس الشديد قوي. المطربه نجاة موسوسه جدا، المطربه فيروز مقله جدا من اعمالها، تحاول ان هي تحرص على كل شغلها يبقى قصادها، وتقعد في كل حاجه كبيره او صغيره. فنفهم، ما نقولش لا 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 ده شكاك، لا 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 ده افكار وحشه، لا 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 الست دي منحرفه، دي بتحب الرقص. طب انتوا عارفين ان شفتوا الحلقه الاولانيه احنا قدمنا فيها ماستر احمد شعبان، وقال لنا ان في تدريب من التدريبات ان هي تقعد تهز وسطك بشكل دائري، ده قد ايه بيفرغ الطاقات المكبوته في الكليتين او في البازك شاكرا والسكس شاكرا الموجوده على شاكرا العجز والبازك شاكرا، اخر فقرتين في العمود الفقري او اخر شاكرتين موجودين في العمود الفقري. قد ايه دي بتفرغ الطاقه السلبيه. هي ست ما بتتفرغش طاقتها غير لما بترقص، مالكش دعوه. ممكن يكون راجل كده بيحب يلعب رياضه وحاجات تقيله ويلعب رجلين كتير، هو طاقته هو قدر يحس ان هو كده بيبقى كويس. هو مش فاهم طبعا كل الكلام اللي انا بقوله ده. حد تاني بيبقى كويس وطاقي جدا
وشكر ومزاجه بيتعدل اما بيسمع قران او اما بيقرا قران. ما نقولش لا ده صالح، ده راجل جميل. لا، هو راجل جميل وصالح وكل شيء، لكن هو مش احسن مني ومنك ومن اي حد. هو كل ما في الموضوع ان طاقه القران طاقه ربانيه عاليه جدا، بتظبط عنده شاكرا التاج وشاكرا الاجنه، بتخليها تنضف وتخليها تتنقى. عشان كده هو بيقدر يتواصل كونيا مع الكون بشكل حلو قوي اما بيعمل كده. ما بنقولش ان الشخص ده لا ده تخين قوي وعصبي ومش مظبوط طب انتوا عارفين ان الضفيره الشمسيه دي بتكون مسؤوله عن العصبيه، وبيكون مسؤوله عن ال 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 الحد اللي بيقولوا عليه ترابل ميكر، او الشخص اللي بيخش يتخانق ويكسر في الدنيا ويتخانق مع الناس. ده بتلاقيه بيحرق كتير فتلاقيه رفيع. الناس دي بتلاقيها رفيعه. الناس الناس السلبيين اللي بتخش تروح رميه لك كلمه تحرق بيها دمك. هو ايه اللي بيحصل هنا؟ هو بيخترقك طاقيا، بيقطع الهاله بتاعتك بالكلمه اللي هو قالها. انت بتتوتر، انت بتخش في حاله نفسيه مش مظبوطه، فهو بيروح ساحب منك الطاقه الايجابيه بيتغذى بيها. لكن هو على طول هتلاقيه طاقته بايظه، وعلى طول المكان اللي بيبقى فيه مكان مش كويس. الناس اللي بقى على العكس، على النقيض، المتختخين المقلبزين الحلوين دول، هتلاقيه بيمتص الاخرين. ما تلاقيش حد مقلبز او عنده كرش او عنده في المنطقه دي زياده غير ما تلاقيه بيمتص الاخرين، بيحاول ان هو يسمع للاخرين، بيحاول ان هو يشوف ايه محتاجين ايه، يسمع حتى مشاكلهم، ودود حنون. ده بيكون جسمك اللي بيقول لنا ده. هنتكلم مع ده اكتر مع مستر احمد شعبان، منورنا النهارده في الاستوديو. منور مستر احمد. بنورك، الله يخليك. موضوع النهارده موضوع قوي قوي، والشكرات السبع. وانا جبت للمشاهدين حاجه كده احنا عاملينها في البيت عندنا، وبنعملها في المكاتب، وبنعملها الشكرات السبعه اللي موجوده هنا. لو الكاميرا جابتها معايا هتلاقوا الشكرات السبعه متعلقه. احنا عاملين شكرات سبعه، لو الانسان وقف جنبها هتبقى تقريبا واخده الشكرات السبعه بتاعه جسم الانسان قد ايه موجوده. دي بتبقى حلوه قوي لو اتعلقت ورا الشخص او جنبه او قصاده، قد ايه بتروح ظبطاله، لان طاقه الالوان اللي فيها وطاقه الكريستال اللي فيها قد ايه بتكون حلوه جدا للانسان. كمان للناس اللي بتسالني دايما عن ازاي اظبط طاقتي، عملت لهم السبع شكرات بشكلهم، وعملتها دي برضو تنفع تتعلق قصادي على المكتب لو حد بالنسبه له الحجم الكبير ده صعب، او تتعلق في العربيه. جميله قوي، انا شخصيا معلقاها في عربيتي. تتعلق في عند الطلبه وهم بيذاكروا، تتعلق عند اي حد. ما فيش حد هيقول لك عليها حاجه، ما فيهاش لا رموز ولا فيها اي حاجه. الناس اللي بتخاف ان هي تكون فيها حاجه مش مظبوطه او في حاجه تخاف عليها، دواير بحجم الشكرات فيها كريستالات، واحيانا هعملها ان شاء الله قريب احجار كريمه علشان تظبط ونشحنها وتظبط الشكرات اللي موجوده. طيب قول لنا بقى يا مستر احمد، ازاي نحاول ان احنا نظبط الشكرات دي او نفهمها اكتر، وازاي جسمنا ممكن يغششنا ان الشكرات دي بتقول لنا حاجه، عايزه تقول لنا حاجه. الواحد بيحس ان هو الموضوع نفسه جسمك بيقول لك حاجه، او بيديك علامات معينه ان هو في مشكله معينه. عندنا مثلا كل شكره ليها زي اسلوبها، او زي ما تقول كده الشكرات دي داخله في العقل الباطن، ليها اشارات معينه. العقل الباطن بيدينا اشارات معينه ان كل مركز ليه مشكله معينه. تمام. هتلاقي مثلا زي منطقه الحلق، دايما الاشخاص دول بيبقى دايما عندهم خنقه، دايما عندهم المنطقه دي متنشنه، او في بيحس ان كان حد بيخنقه. الضفيره الشمسيه دايما هتحس ان في زي تقلصات، وجع، التوتر. هتلاقي دايما بيحصل مشاكل في المعده وفي منطقه الطحال. فكل حته ليها اشارات معينه. الظهر او منطقه شكل القاعده هتلاقيها دايما بتضرب في الظهر، الام في الظهر، اوجاع في الظهر. الكلى او منطقه اللي عليها العجزيه او شكل العجز او الدانتيان بتاثر على الكلى، هتلاقي مشاكل الكلى، اوجاع في الكلى. فالجسم دايما بيقول لك في مشكله فين في بالظبط تبع بمعنى ان الانسان يحاول يشوف هو تعبان ايه، الجزء اللي تعبه ايه، ويدور الجزء ده نفسيا يعني ايه في الطاقه. الشكرة دي بيكون مسؤوله نفسيا عن ايه وجسديا عن ايه، يعني صح كده؟ بالظبط. لان هتلاقي حتى الشكل الطاقي اللي احنا قلنا عليه دلوقتي، الوجع ده او الالم ده، طاقيا هي تعبانه، نفسيا هتلاقي بتعمل نفس الكلام. نفسيا لو جت مثلا على منطقه الحلق، هتلاقي الشخص دايما عنده كبت في كلام كتير ما بيقولهوش، يعني عاوز يقول كلام او عاوز يطلع كلام وبيكتمه ويقفله، علشان مش ممكن اما خوف، او ممكن يكون مش عاوز يجرح حد او كل الكلام ده. بس في الاخر بيحصل الخنقه دي بسبب ان هو
قفل على الكلام ده ما طلعهوش. ده زي اللي بيجي لنا كتير عندهم تأتأة في الكلام واكتئاب رهيب قوي، وبيؤدي لا قدر الله بعد كده لأمراض الغدة. بالظبط. لان هنا الغده الدرقيه بتكون موجوده ونشطه جدا في المنطقه بالظبط. وممكن تتلاحظ باشكال تانية، ان ممكن حتى نبره الصوت نفسها تبقى باينه، يعني نبره الصوت الشخص نفسه تبقى عارفه ان الشخص ده دايما كتوم او دايما بيقفل على الحاجات. ليه؟ من كتر القفل على الكلام او ان هو مش عاوز يطلع اللي جواه، هتلاقي ليه نبره معينه من الصوت بتتلاحظ. منطقه المعده هتلاقي دايما الشخص دايما عصبي، دايما متوتر، دايما من اقل حاجه بيتعصب على الناس. ليه؟ لان الطاقه السلبيه المتجمعه في المنطقه دي بتاثر على الضفيره الشمسيه وبتاثر على الكبد وبتاثر على طاقه الغضب. فممكن تلاقيه بسهوله بيغضب، بسهوله بسبب ان في طاقات سلبيه موجوده في المكان ده بيغضب على الناس، بسهوله في توتر بسبب ان بتيجي على منطقه الضفيره الشمسيه وبتيجي على منطقه المعده والطحال. زي ما احنا قلنا القاعده مثلا هتلاقي دايما عنده كسل، عنده تعب والام في الظهر. الشعور اللي هو هيحسه ممكن يبتدي الكسل، يبقى يحس دايما مش قادر، ما عندوش باور انه يعمل اي حاجه. ممكن توصل شويه للخوف لانه بيأثر مع الدانتيان او الشاكرا العجزيه، هتأثر على الكلى لان طاقه القاعده بتوصل شويه على المناطق دي، فممكن يحصل معاه خوف، ممكن يحصل معاه دايما شعور حتى من غير اي سبب، يعني مش لازم يكون في شيء بيخوفه او موقف يخوفه، لا هو لوحده كده حاسس بخوف. ليه؟ ده بسبب ان في طاقات سلبيه في منطقه الدانتيان او منطقه العجزيه مأثره على الموضوع ده. طب ده يحلها ازاي؟ ده احنا زي ما قلنا في حاجات كتيره جدا بسيطه بنعملها، شرب الماء كتير، اكل خضار كتير، فاكهه، مش عارف ايه. نحاول نقلل الحاجات اللي بتتعب الجسم من الاكل زي اللحوم الكتيره او المسبكه او الاكل المسبك او كل الكلام ده باشكال بسيطه. عندنا التمارين اللي احنا بنعملها واللي احنا بنقدمها في البرنامج دي اشكال عامه وبسيطه وسهله ولها تاثير قوي، يعني مش تاثير ضعيف. يعني في ناس ممكن تقول لك اصل انتوا بتقولوا الكلام ده مثلا على الهواء فده بسيط، ده مش هيبقى مفيد او مش هيبقى قوي. لا، الحاجات دي قويه جدا، مع انها بسيطه. احنا بنختار الحاجات البسيطه والحاجات القويه جدا للناس، لاي حد يقدر يعملها في اي مكان في اقل وقت زمني. بالظبط. طبعا الحاجات اللي ممكن تبقى صعبه قوي 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 محتاج تخصص قوي قوي، ده بتبقى لازم جلسات وعلاج مع معالجين واحجار كريمه وحاجات كده يتعالج فيها. طيب احنا في سؤال جالنا مهم جدا، بيقول لنا ازاي ننظف المكان. جالي ازاي ننظف المكان. هنرجع للشاكرات تاني، وهنرجع لارتباط الشاكرات بالاحاسيس وبالمشاعر وبالعقل الواعي واللاواعي والقدرات فوق حسيه، ده تخصصك ودي لعبتك يعني. انا جبت لكم النهارده حاجه جميله قوي لتنظيف الاماكن. دايما ستات البيوت بيسالوني يقولوا لي عايزه حاجه احطها في المكان تظبط لي الشقه بتاعتي كلها او الفيلا بتاعتي كلها. فجبت لهم حاجه لطيفه جدا، يا ريت الكاميرا تجيبها لنا. على ترابيزه فيها الكريستاله زي ما احنا شايفينها، وهتلاقي فيها 5 كور 7 كور، 6 اساسيين وفي واحده فيهم في النص. دول موجودين على الكريستاله، بيور جدا، نقيه جدا. والكريستاله دي لو احنا بصينا لها هنلاقي النجمه اللي فيها نجمه سداسيه. وطبعا الناس الجميله قوي المبهرين اللي هيقول لك دي نجمه داوود ونجمه اسرائيليه وانتم ماسونيين والكلام العظيم اللي احنا بنسمعه طول ما احنا ماشيين، اقول لهم يعني ارحمونا شويه وبطلوا الافكار عفوا يعني متخلفه، لسبب واحد ان النجمه دي موجوده على جدران المعابد من اكتر من 7000 سنه، واللغه المكتوبه من 7000 سنه، معناها ان هي منطوقه من اكتر من كده بكتير. فالنجمه دي نجمه كونيه، نجمه عاديه، بس الذكاء بقى والناس الاذكياء ان هم خدوا النجمه دي وحطوها على العلم بتاعهم عشان يكون اقوى علم كوني من اعلام الكون. فما نكرهش احنا الحاجه دي ونقول لك لا 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 مش هنستعملها، دي بقت نجمه داوود. لا يا حبيبي، ده هي معموله ونجمه داوود خدوها في اسرائيل علشان تقوي طاقتهم. يبقى انت اولى بيها، ونبقى احنا كمصريين اولى بيها او كعرب اولى بيها، لان دي وجدت عندنا احنا في تاريخنا وفي حضارتنا على جدران معابدنا احنا. ولو لاحظنا الحجر اللي معمول عليه يا اما بقى الحاجات دي بيكون من الكريستال الشديد النقاء، يا اما بحبها قوي احيانا بتبقى من التورمالين الاسود. التورمالين الاسود زي ما احنا شايفين بيكون على كل حافه او كل زاويه من زوايا النجوم بيتحط دايره. الدايره دي بتكون من الاحجار الكريمه، من العقيق، من التايجر اي، من الروز كوارتز، من الكريستال النقي بحطها من الفيروز.
انا بحطها من الاماتست. الاحجار دي بتعمل ايه؟ الاحجار دي بتظبط لي ذبذبات المكان، ذبذبات الطاقه. طبعا هم 6 احجار في النجمه، وفيهم حجر بحب قوي احطه في النص، حجر الروز كوارتز. ليه؟ لان ده بيزود طاقه الحب في المكان. ال7 احجار دول على النجمه، على القاعده بتاعتهم، ايا كانت من الكريستال او من التورمالين، دي بتظبط لي في حدود 150 متر، من اكتر الحاجات اللي بتظبط لي الطاقه بشكل قوي قوي. كمان مهم جدا الحاجات دي اني اغسلها بميه بملح كل فتره وابخرها. الحاجات دي بتبقى ما بتبقاش غاليه على قد ما بتظبط لي طاقه المكان. في حد ما يقولك لا 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 ده تعتبر من الحاجات اللي اسعارها غاليه، لكن لو دورت على راحتك وطاقتك وهدوء بيتك، لان الحاجات دي بتظبط لي اركان، وبتظبط لي عناصر، وبتظبط لي الوان، وبتظبط لي شكرات. فطبعا لو حد متخصص ظبطها لك يبقى خير وبركه اضعاف مضاعفه. لو هي في حد ذاتها انت اشتريتها كده من اي مكان، طبعا هي موجوده عندنا في الاكاديميه. ممكن تتواصلوا معانا على ارقامنا في اي وقت على الفيس او على الانستجرام. الحاجات دي موجوده ومتاحه، وبنبرمجها لكم ونجيبها لكم لحد عندكم. لكن لو انت هتجيبها من اي مكان تاني او سافرت بره، هتلاقي الحاجات دي برضو بتتعرض. الحاجات دي بتبقى كويسه جدا. كفايه قوي انت تبخرها، كفايه قوي انت تغسلها بميه مره في الاسبوع. دي بتغطي في مساحه 150 متر. والله انت عندك فيلا مساحتها 300 متر مثلا، هيبقى تحتاجي 2 منها. انت محتاجه دورين 3، يبقى انت كل دور محتاجه حاجه واحده. وبالتوفيق وبالهدوء بنحاول اهو. احنا بنقدم لكم احجار، بنقدم لكم اشكال. قلنا تعليقه الشكلات مهمه جدا وبسيطه قوي ومتاحه ورخيصه. اي حد يعني في كل اوضه المفروض تتحط الشكلات دي. فبالتوفيق للجميع وحياه سعيده دايما للكل. مستر احمد، تعالى بينا نطلع على التقرير والفاصل بيقول لنا عن كورس الطاقه الحيويه، وازاي ان احنا نقدر ننظف الشكرات، وازاي بنقدم فيه ايه في الاكاديميه. ناس كتير قوي سالتني اللي عايز يتعلم بقى العلوم دي ياخدها فين. تعالوا بينا نطلع التقرير والفاصل ونرجع نكمل مع بعض الموضوع. اهلا بيكم مره تانية. رجعنا لكم بعد الفاصل. شفنا مع بعض الكورس بيبقى عباره عن ايه، والناس بتدرس ايه تفصيليا. هنرجع تاني لمستر احمد شعبان. دلوقتي احنا في ناس كتير قوي بتشتكي من المنطقه بتاعه الرحم او السكس شاكرا، بتبقى موجود فيها الرحم والمبايض عند المراه، بيكون فيها الاعضاء التناسليه برضو عند الرجل. الحاجات دي الناس بتبقاش فاهمه الامراض اللي بتبقى فيها بتبقى عباره عن ايه نفسيا وجسديا. ممكن توضحها لنا بعد اذنك؟ عندنا يعني مجموعة مراكز مسؤولة عن الموضوع ده، يعني مش بس منطقة الأعضاء نفسها. بيبقى في حاجات تانية برضه لسه بتأثر عليها من المراكز اللي فوق، لأن هي مسؤولة عن زي ما كنا بنقول الشكرات مسؤولة عن بعض الغدد اللي ليها تأثير على الناحية الجنسية أو الأعضاء التناسلية. عندنا مثلا زي منطقة العين الثالثة أو الأجنة، ليها تأثير على الغدة النخامية، لأنها طبعا ليها تأثير قوي قوي كبير جدا على كل الهرمونات بتاعت الجسم، بالذات الغدد اللي هي بتصب في الدم او اللي هي الصماء. فليها جزء مؤثر يعني بشكل قوي على منطقه الاعضاء التناسليه. عندنا منطقه الحلق بسبب الغدد الدرقيه والدوره الدرقيه، ليهم تاثير في نشاط الجسم وقوه الجسم، وليها برضو تاثير على الناحيه الجنسيه. نيجي في الاخر خالص بالنسبه للرجل او المراه، بيبقى عندهم منطقه السيس شاكرا او الشاكرا او مركز الطاقه المسؤول عن الاعضاء التناسليه. بيبقى طبعا برضو واقع على غدد مسؤوله عن الناحيه الجنسيه والناحيه او الاعضاء التناسليه. بالنسبه للرجل ليه تاثير على كذا غده، كذا غده كذا غده، منها زي البروستاتا، زي الخصيتين. بالنسبه للمراه طبعا بيبقى عندنا المبايض وعندنا الرحم.
بالنسبه يعني الاختلافات دي مش فارقه يعني اي بين الرجل مشاكل في النقطه دي بيكون مسؤول عنها كل الشجرات اللي انت قلتها دي. بالظبط. لان في ناس بتعتقد ان هو جزء ده لازم تاخد له محفزات هرمونات، لو هنا باظ يبقى كده في مشكله عندها. لا، ده انت ممكن يبقى عندك حاجه نفسيه بالظبط. هي اللي تحدفك وتعمل لك عجز جنسي، هي اللي بالظبط. تعمل لك توتر جنسي، هي اللي تعمل لك ضمور، هي اللي بالظبط. تعمل لك وحتى كمان نهم جنسي. ده بيجي لنا كتير بالظبط. جدا. بالظبط. الشباب الصغير والكبير، والله في ناس كتيره بيوتهم بتتخرب بسبب الحاجات دي. يعني انا بيجي لي حاجات كتير جدا واستشارات كتير جدا بتقول، واحد بيقول لي انا ما بيكفينيش واحده ولا اتنين ولا تلاته، وسيدات كمان، وتبقى الست ملتزمه جدا تقول لي افكاري كلها جنسيه، انا عماله افكر وعايزه ارتبط بكذا حد، وانا بحب جوزي وبحب ولادي، ومستحيل ان انا ازني ولا اعمل حاجه زي كده، انا فيا ايه؟ ده بيبقى افكار مرتبطه بشكلات اخرى. بالظبط. صح لان كده؟ احنا عندنا المراكز دي زي ما احنا قلنا انها مسؤوله عن الناحيه الطاقيه، فممكن بسبب افكار او بسبب مشاعر كبت او حاجه. فزمان احنا حتى في الطب الحديث بيقول لك في بعض الكبت بيأثر على الناحيه الجنسيه، ممكن يا اما يزودها او يبوظها تمام. او يعني يضعفها. تمام. فالناحيه النفسيه مؤثره على الموضوع ده. طاقيه نفس الكلام، لان المراكز المسؤوله دي لو تضعف هتضعف الهرمونات المسؤوله تبعها. تمام. او لو زادت او قويت هتلاقي محفزه او زايده، فهتزود الموضوع ده عند الناس. بالنسبه برضو للجزء اللي احنا كنا بنتكلم فيه كناحيه طاقيه، في الناحيه الحاسه السادسه، ودي مشكله تانية بنواجهها وما بقاش واخدين بالنا منها. تمام. ان في ناس كتيره تبقى هوضحها لك بشكل بسيط. ناس تقول لك تبقى مع بعضيها يقول لك ايه، الشخص ده تاثيره سلبي عليا، تاثيره وحش قوي عليا. اول ما بفك من الشخص ده خالص وابعد عنه تماما وابقى مع ناس ثانيه بلاقي نفسي بقيت كويس. ده موضوع كبير. ده موضوع كبير. الحاسه السادسه هيكون لنا حلقه كامله فيها، لان مهم قوي الناس تفهم ان هي ممكن احاسيسها، امراضها، افكارها دي ما تبقاش بتاعتها بالظبط خالص. يعني انت ممكن تبقى حاسس بحاجه وتعبان، وفي ناس بتقولي انا ببص لواحده في عينها عندها دم في عينها يجي دم في عيني، ظهرها واجعها، ظهري بيوجعني، انا مش عارفه كل ما ابص لحد اخد اللي فيه. هي ما عندهاش طاقه. لا يا جماعه، انت مش ما فيكيش حاجه. افصلي بقى عن الاشخاص، وانا اعلم الناس ازاي تفصل عن الاشخاص دي وازاي عن الاماكن. لكن ارجع تاني للسكس شاكرا والمشاكل، او اطمن الناس خصوصا سيدات البيوت او الامهات او الابهات اللي دايما بيبقوا خايفين على اولادهم، ويبقى عندهم حالة من التوتر والقلق على الولاد وعلى المستقبل. دايما هتلاقي عندهم في الوقت ده جزء من أجهزة الأجهزة التناسلية يحصل لها عطل، أو يحصل لها دامج، أو يحصل لها مشكلة. ساعات بتيجي في مثلا في الجزئية دي بيحصل لك إمساك عالي جدا، إسهال عالي جدا، هو توتر، خلل في الشاكرات دي، في المنطقه دي. ليه؟ لان انت يا باشا خايف على ابنك او بنتك جدا، انت فقدت امك، ما ده برضو الجنس او السكس شاكرا. ليه؟ لان الرحم، انت مرتبط بامك بالرحم، في حبل طاقي مرتبط ما بيتفصلش مع الام، يعني ولا حتى عندك 90 سنه بتفضل مرتبط بيها وتفضل حاسس بيها وهي حاسه بيك. لو لا قدر الله حصل حاله وفاه للام، ممكن يحصل لك انت مشاكل جنسيه او مشاكل عضويه او توتر او قلق او امساك او اسهال. افهم بس، مجرد ان كتير قوي بيجي لي ماستر احمد الناس بتيجي والله تقول لي احنا بس فهمنا اتحلت خلصت. بالظبط. فقد ايه الوعي بيبقى حلو قوي ان انت تبقى واعي لان انت انا فيا ده علشان انا مخنوقه، او علشان انا خايفه على اولادي. او يجي لي مثلا شاعر يقول لي انا قبل الديوان انا مش عارف مالي، انا متوتر وتعبان، فاقول له مالك، انت عايز تعمل ايه؟ قال لي ما اعرفش، انا بحاول ان انا اكتب الديوان بتاعي وهنزله في الاسواق. قلت له طبعا انت خايف، لان انت خايف على اسمك اللي ولادك هياخدوه بعد كده، وعايزين تبقى انت احسن بابا في الدنيا واحسن شاعر في الدنيا. هو ده اللي تعب لك المشاكل اللي عندك ده، الامساك الشديد قوي او الضعف الجنسي العالي قوي اللي عندك ده، بسبب النقطه دي. وانس ان الديوان ينزل السوق، وانس ان هو يبدا يحقق نجاح، هتلاقي الموضوع ده اتحل خالص. بالظبط. احمد عايزاك تكلمنا، او بس حتى يعرف، ما هو بيتصل بيا عارف بعدها ايه اللي معامل له المشكله دي، بعدها بيتصل بيا فعلا يقول لي اتحلت خلصت. بالزبط. مجرد ان انت قلتي لي الكلمتين دول خلصت، انا بقيت زي الفل. طيب دلوقتي هنتكلم على موضوع مهم جدا، ناس كتير قوي برضو بتسألنا عليه، وهو موضوع الخلط اللي هما بيعملوه ما بين
الافكار اللي بتجيلهم من الحاسه السادسه او من العين الثالثه، وفاهمين ان هي عباره عن جن وشعوذه وحاجات كده. بس خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني نشوف الناس اللي بتسمع حاجات غريبه او بتسمع اصوات او بتشوف حاجات، هل هي فعلا مجنونه وملبوسه ولا تحليل ايه في علوم الطاقه. فاصل ونرجع. رجعنا ورا تاني ومكملين معاكم، وموضوع كبير، موضوع الجن والمس. واي حد يقول لك ده انا ملبوس، ده انا في جن، ده انا بشوف حاجات او بسمع حاجات. انا بس عايزه اقول لكم تفسير بسيط قوي بقوله في اي مكان. يعني ايه جن؟ جن كلمه الجن في القاموس لو فتحته في المعجم، الجيم نون اللي هو الجذر بتاع الكلمه او الميم بتاع الكلمه، الحروف الاساسيه، هتلاقيها الشيء الذي لا يعرف عنه اي شخص اي شيء، الحاجة المجهولة. عشان كده طفل في بطن أمه بنسميه جنين، محدش يعرف ايه اللي في الأرحام إلا الله. كتير قوي سونار، شوفوا احنا وصلنا لدرجة علمية رهيبة ازاي، ومع ذلك اللبن دول بيقول لك نوع المولود بشكل قوي، ولا سونار ولا أي حاجة علمية إلى الآن ثبت فعاليتها 100%. هو عشان كده بيسموه جنين. طيب الجنة، محدش راح الجنة قبل كده، بيقولوا عنها وحديث واتقال وتعاد وكتب وفي مجموعة من الأقوال، وفلان راح وحكى وعمل، لكن محدش فينا راح الجنة. عشان كده بيسموها الجنة، جاية برضو من نفس الجذر بتاع الكلمة اللي هو حرف الجيم والنون اللي هو من الجن. فجن معناها الشيء اللي احنا ما نعرفوش. عشان كده الإنسان البسيط قوي أي حاجة ما بيفهمهاش يقولك ده جن، أي حاجة تطرقع لمبة طرقعت جنبه ده يبقى جن. هو مش جن، هي الكهرباء عليت فاللمبه ما استحملتش فطرقعت. هو في حاجه حصلت فلقت الترابيزه اتنين، يقول لك يا ساتر حصل جن، يا ساتر ده حصل مس. هما الاثنين متقاربين من بعض او بمعنى المفهوم، بس يختلف في اللغات او في البلدان. فده بقى ممسوس او ده راكبه جن. فهو مش كده خالص، هو مجرد طاقة سلبية دخلت جسمه فعملت له خلل في الفكر، خلل في الكلام، خلل في المكان اللي دخلت فيه الطاقة أو اللي اخترقته الطاقة. فبكل بساطة لو تنظف المكان ده وتشحن شحن إيجابي، تحط له حجر كريم حلو، قد إيه ده هيحسن الحالة ومش هيبقى فيه أي مشاكل. رأيك إيه في الموضوع ده مستر أحمد؟ الناس اللي بتسمع حاجات غريبة وبتشوف حاجات غريبة ده بيكون إيه؟ ده موجود في كل الناس بشكل عام. احنا كبشر موجود لينا كلنا. بس الفرق ان في ناس بتبقى حساسه اكتر من ناس، في ناس بتبقى لاحظت الموضوع اكتر من ناس، في ناس يعني زي ما بتقول كده بتتجاهل الموضوع او مش بتتجاهله، يعني عارف اللي هو بنقول عليه بيطنشوا او مش لا ده احساس مثلا، ده جالي، ده بيتهيألي. لما تحس بحاجه مثلا وفيما بعد فعلا تظهر لك، يعني مثلا تحس ان الشخص اللي قصادي ده مثلا انسان مش كويس، وفجاه بعد كده مع التعامل يظهر لك انه فعلا مش كويس. بالظبط. الناس فيما بعد مع المواضيع دي بتحصل لهم بيبتدوا يحسوا ان في عندهم حاجه يعني مختلفه عن الناس التانيه. في ناس تانيه تقول لك لا ده كلام ده هكس او الكلام ده مش صحيح، انا بيتهيألي. يحس ان هو مثلا في حد هيقع او حاجه وفعلا تلاقي شخص وقع، مع الوقت يقول لك لا ده بيتهيألي، بيحاول يهرب بقى وعليه جن وبيقول له على كل حاجه. بالظبط. في ناس بتقولها جن، في ناس تقول لك لا بتحاول تهرب من الموضوع، لان في ناس دايما ما بتحاولش تواجه، يعني ما بيبقاش عندها حب المواجهه، ان هي في حاجه غريبه بالنسبه لها، لان هي مش موضوع الحاسه السادسه مش منتشر، يعني ما تقدريش تفهميه، لان مش منتشر ومش ناس كتيره اتكلمت عليه، ناس قليله قوي بتتكلم عليه، ومفيش دلوقتي موجود زي عندنا في اكاديميه كارما الكورسات اللي هي بتقدم. احنا عندنا في كارما بنقدم ازاي تتعلمي الحاسه السادسه، تمام، يعني ازاي بالظبط هتعلي الطاقه وازاي تعلميها، يعني ازاي تفهميها، ازاي تعرفي الحاجات دي بيحصل فيها ايه، وبنفتح لك الباب، يعني احنا بنفتح الباب للشخص اللي بيجي. تمام. فطبعا بيندهش من اللي بيشوفه. طب باختصار ده انهي شاكرا بتبقى مسؤوله عن الموضوع ده عند الانسان؟ احنا عندنا مين شاكرا او شاكرا اساسيه اللي هي شاكرا العين الثالثه، دي الشاكرا الاساسيه للحواس كلها او الحاسه السادسه بشكل عام، لكن في شاكرات تانية ليها دخل بالموضوع ده، في شاكرات ليها دخل تاني بالحاجات دي على حسب نوع القدره. يعني احنا زي ما حضرتك قلتي مثلا في سمع،
يعني في ناس بتسمع، في ناس دايما تقول لك انا لما بغمض عيني شويه، او انا لما بسرح شويه بشوف موقف بيحصل قصادي او صوره حصلت فجاه، ويبقى فيما بعد يلاقي الموضوع ده بيحصل. في ناس ثانيه ممكن تقول لك فجاه انا شميت ريحه معينه. على حسب الحواس نفسها بيجي مراكز شكرات تانية مع الموضوع، مش بس العين الثالثه. فعلى حسب القدره في شكرات اخرى داخله مع العين الثالثه تشتغل. زي كمثال بسيط مثلا الاحساس. الإحساس. الناس لما بتحس بحاجه ده مختص معاها بشكرة القلب معاهم في الموضوع ده. فعلى حسب القدره. طيب الموضوع ده كبير، والموضوع ده قلنا هنفرغ له حلقه ان شاء الله كامله، بإذن مش الله. الحلقه اللي جايه اللي بعدها ان شاء الله. الحلقه الجايه هتبقى العلاج بالالوان، عشان الناس كلها عايزه تتعالج بالالوان، وهنستعمل الالوان ازاي وهندخلها في شكرتنا ازاي والحاجات التفصيليه دي. لكن النهارده بقى احنا عايزين تعمل لنا تفريغ للشكرات، وورينا انت هتعمل لنا ايه للناس اللي عايزه بقى علاج. يلا يلا بقى نقوم، بالظبط. كل يلا يقوم بقى. كده يقف يعني وينطر حقيقة الناس يبقوا جسمه. معانا، ايوه، عشان أيوة. احنا نبدا مع يلا. بعضينا تمارين مهمه جدا. في جزء احنا اتكلمنا فيه في الحلقه الاولى، اللي هو تمارين حركه الكتاف وحركه الرقبه. ده هناخده معانا برضو علشان نفك الطاقه السلبيه. هنحاول بس بشكل بسيط جدا ومبسط. حركه رقبتنا اليمين وشمال زي ما احنا عملنا في اول حلقه خالص. حركه يمين وشمال. ليه احنا بنعمل الحركه دي وبنعمل معاها حركه فوق وتحت؟ بنحاول نسلك المسارات الموجوده في منطقه الراس ومنطقه الرقبه. تمام. فوق وتحت. انا بحاول معاكم بشكل سريع شويه علشان وقت البرنامج. تمام. هنعمل الكتاف مع او عكس عقارب الساعه اتجاه. تمام. نعكس الناحيه الثانيه برضو. تمام. خد الفول رينج بتاع او المجال الكلي، مش يعني ما حدش يحرك بسيط، لا خد يكبر الدايرة. المجال كله. تمام. خلصنا الكتاف. هنعمل اشتراكات بسيطه او شدات بسيطه للمنطقه اللي فوق. تمام. بعديها هنعمل حركه بسيطه قوي، ايدينا هنتنيها لفوق بالشكل ده لفوقينا، ونروح يمين وشمال بس من غير ما نتني منطقه الجذع. تمام. من غير ما نتني منطقه منطقه الجذع. اه ما يبقى نتنيهاش جسمك خالص. ثابت. تمام. تمام. بتحرك كده وثابت خالص، وايدين صوابع باصه لبعض او مواجهه لبعضيها واتجاهها للاعلى. تمام. تمام. بعديها هنعمل حاجه بسيطه جدا. احنا هنركز على منطقه شكرا التاج، كلمه الراس من فوق، اللي احنا بنقول عليه منطقه النافوخ او العظمه اللي بتبقى لو احنا حاطين ايدينا في منطقه الراس هنحس ان في عظمه اللي هي بتبقى مفتوحه عند البيبي اول ما بيتولد. بالظبط. صح تمام. كده. هنركز عليها. ازاي نركز عليها؟ يعني التركيز او الانتباه يبقى عليها، زي ما كان مثلا حد خبطني فيها مثلا اهو، او اللي مش قادر يركز يخبط عليها. تمام. بالظبط. هنركز عليها. مع الموضوع ده هنحط ايدينا الاثنين مع بعض فوق بعضهم. هنخلي اليمين معلش فوق فوق السره، والشمال فوق اليمين. تمام. واحنا مركزين على منطقه شكرا التاج هنلف راسنا عكس عقارب الساعه. تمام. بشكل بسيط جدا وبطيء. تمام. عدد العدات مثلا 6 مرات زي ما بنعمل. المرة الجاية دي هنعكس الناحية التانية وتبقى مع عقارب الساعة. اللي مش قادر وهو واقف ممكن يقعد عشان ما يدخش. ممكن صح كده. بالظبط. ممكن. بس ده يفضل للناس اللي هي الكبيرة أو اللي هي التعبانة. لكن الناس اللي هي عادية أو صحتها كويسة عادية، المفروض الناس عادية تبقى بتعمل معانا عادي جدا. طبعا المفروض الفم يبقى مقفول، محدش بيتكلم عادي، بس أنا بتواصل رد معاكم. انا اسف. لا عادي. تمام. وممكن نبقى نحسن الموضوع ده اكتر باللسان يبقى في سقف الحلقه. ليه؟ ان احنا بنعمل الكلام ده كله بنوصل الطاقه اللسان في سقف الحلقه، المسار الامامي والخلفي مع بعضهم. بس علشان كمان احنا ليه التمارين البسيطه اللي احنا عملناها في منطقه الكتاف والرقبه بنسلك زي ما قلنا المسارات بتاعه الجسم من عند الراس لحد السره. ليه ايدينا حاطينها على السره؟ احنا بنحاول نوصل الطاقه اللي هي الروحانيه اللي تبقى جايه من شكل التاج توصل لمنطقه السره. ليه منطقه السره او ليه الطاقه الروحانيه؟ الطاقه الروحانيه لانها ليها تاثير قوي قوي في التنظيف وتفعيل الجسم. فاحنا بنحاول ناخدها ونوصلها على كل الاعضاء. انتوا عارفين المنطقه دي كلها الاعضاء الداخليه اهم جزء من اهم الاجزاء في الجسم بتاعت الانسان. فاحنا بنحاول نوصل الطاقه للمنطقه دي الروحانيه بحيث انها تنظف جميع الطاقات السلبيه الموجوده في الاعضاء الداخليه، وفي نفس الوقت تفعل الطاقه الموجوده فيها فتنشط الاعضاء وتبقى بصحه كويسه. طب لو حد بيشتكي من الضفيره الشمسيه بتاعته او المعده والقولون الحاجات دي، ينفع يحطها على الضفيره الشمسيه من فوق
ويكون الشحن عليها؟ ممكن بعد ما يخلص الجزء ده يحط بعد كده ايده فوق. يعني اوكي على مفيش الجزء مشكله. اللي هو وجعه يقدر ان هو يحطه ويستقطب الطاقة الطاقه من من التاج اعلى عن طريق زي الصلاه تركيز. بالظبط، زي ما احنا بالظبط. بنصلي بنحط. ونحط الايدينا، في ناس بتقول لك هنا، في ناس بتقول لك هنا، في الحالتين كلها حركات طاقة وحركات علاج طبعا ربانية، ربنا معلمها لنا عشان من غير ما تفهم اي حاجة ولا تشترك في الكورسات ولا تدفع الكلام ده، انت حاجه بتفرغ بسيطه. الطاقات بتاعتك بمنتهى الهدوء. طيب اتفضل مستر احمد. دلوقتي في دلوقتي جالي سؤال هنا مهم جدا، بتقولي ازاي اقدر سهى محمد بتقولي ازاي اقدر ان انا اتخاطر مع جسمي وان انا اطرد المرض ده. كتير قوي بيسالونا عليه. هنقول تدريب بسيط جدا، هعمل لكم تدريب حالا بسيط جدا. هنفتح رجلينا شويه وهنفتح ايدينا، كفوف ايدينا تبقى موجوده على الارجل، وهنخلي العمود الفقري مفرود على الاخر، وهنغمض عينينا وهننفس بشكل قوي جدا. اتخيل المنطقه اللي فيها الالم عندي او اللي فيها المرض او اللي فيها التوتر. اوكي، ممكن لو انا مش قادره اتخيلها ممكن اضغط عليها، لو انا عندي في معدتي، لو في كتفي، لو في حلقي، لو في قلبي، المنطقه اللي فيها توتر اخبط عليها واخد شهيق واركز زي ما قال لكم احمد على شاكرا التاج، واخد منها طاقات ايجابيه عاليه جدا. نور ربنا، بتخيل ده نور، تخيل ان هو هوا، تخيل ان هي طاقه. وغمض عينيك واهدى خالص. عايزين تنفس يبقى شهيق وزفير بمنتهى القوه، واخد الشهيق بشكل قوي جدا. في الزفير احاول اقول حرف الاو واطلعه بمنتهى الهدوء، واتخيل المرض او التوتر او الحزن او المشكله اللي عندي في العضو بتطلع من شفايفي ومع النفث او الزفير بتاعي في حرف الاو. اخد الزفير لاخره خالص واستنى عدة او عدتين، واخد تاني الشهيق واستنى عدة، اكتم الشهيق او الاكسجين النقي في الرئتين عندي بقوه. قد ايه ده بيعمل علاج في حد ذاته، ان انت تملى الرئتين وتخزن فيهم طاقات ايجابيه عاليه قوي، وتبدا ان انت تطلع وانت تتخيل انك بتنفس او بتتنفس او بتطرد من جسمك السكر، الضغط، الناس اللي عندها مشاكل في التوتر، في الناحيه العصبيه، في الغضب. كتير جدا بيقولوا لي في الغضب يا جماعه بيبقى مسؤول عنه الكبد، الخوف بيكون مسؤول عنه الطحال. نخبط على اعضائنا ونحاول ان احنا نطرد من جسمنا جميع الطاقات دي. قد ايه ده بيكون حلو جدا. كل الشكر للمستر احمد شعبان زوجي العزيز، ربنا يخليك ليا. ربنا وان يخليك شاء الله ليا. نقدم للناس حاجات حلوه كل فتره. وان شاء الله الحلقه الجايه احنا قلنا هتبقى العلاج بالالوان يا احمد، صح بإذن الله. كده؟ واسيبكم على خير ونشوفكم دايما على خير، والى اللقاء.